كان حي التجمع الخامس في القاهرة الجديدة معروف بالهدوء. محدش كان يتخيل إن في قلب المكان ده في سر مرعب بيتخبى ورا باب شقة. مروة بنت عايشة في العمارة المقابلة كل ليلة الساعة 3 الفجر كانت بتسمع أصوات مكتومة طالعة من الدور الرابع. تفتكر إن دي ممكن تكون خناقة، لكن الغريب إن الشقة دي على كلام الجيران مفيش فيها حد غير المهندس أيمن اللي كان ساكن فيها لوحده. الأصوات ما كانتش بس صريخ، ساعات تسمع حاجة زي خبط قوي، وساعات زي جر حاجة تقيلة على الأرض. بعد فترة العمارة كلها لاحظت ريحة غريبة، ريحة طالعة من عند شقة المهندس أيمن. واحدة من الجيران راحت له وقالت له ممكن تشوف التلاجة عندك، شكلها فاسدة. ابتسم ابتسامة باردة وقال لها أصل اللحمة عندي بايظة وهتخلص قريب. الكلمة دي هتخلص قريب علقت في دماغ ناس، بس محدش خد باله إنها هتكون حقيقة أبشع من اللي يتخيلوه. في أغسطس 2022 بنت شابة اسمها سارة اختفت بعد ما قالت لصحابها إن هي رايحة تقابل حد مهم في التجمع. المباحث بدأت تدور لحد ما رصدوا آخر إشارة من تليفونها جنب شقة أيمن. لما الشرطة دخلت هنا بدأ الكابوس الحقيقي. داخل الشقة كانت ظلام، الستاير كلها كانت مقفولة والجو كان خانق. أول ما دخلوا المطبخ لقوا الفريزر محكوم بإحكام، ولما فتحوه كانت الصدمة. لقوا جثة متقطعة ومحطوطة في أكياس بلاستيك، والأغرب إن هي مش جثة واحدة، ده كان في آثار دم قديم وأدوات حادة كتيرة ودفتر صغير مكتوب فيه ملاحظات غريبة جدا. التجربة نجحت، بس المرة الجاية هتكون أهدى. اللي صدم الكل إن المهندس أيمن ما كانش غريب عنهم، كان دايما بيقف في البلكونة ويسلم بابتسامة ويمثل دور الجار الهادي. الجيران افتكروا تفاصيل مرعبة. مرة واحدة قالت إن هي شافته بيكلم نفسه أو بيضحك فجأة. واحدة تانية شافته شايل كيس أسود تقيل وكان بينزل دم، وقالت ممكن تكون فراخ مجمدة. لكن مفيش حد كان يتصور إن دي كانت أرواح ناس راحت ضحية. المباحث أعلنت إن تم القبض على سفاح التجمع المهندس أيمن وتعرض للمحاكمة، والناس كلها اتصدمت إزاي كان عايش وسطهم بالشكل الطبيعي ده، وإزاي محدش حس إن جوه الشقة دي ممكن تكون مقبرة أسرية. مروة بتقول لحد النهاردة وهي بتعدي من قدام العمارة بتحس إن الشقة دي فيها صدى صوت، كأن أصوات الضحايا لسه موجودين.